وبعدين مثلا الحاج محمود ده اللي هو صاحب المكان بيتكلموا عليه، الحاج محمود ده زي والدي كده، بيعاملني زي اولاده. عارف لما شاف ولادي حسيت ان هو بيعاملهم زي ولاد ابنه بالظبط. عارف بقى لو اتعرض عليا 3 اضعاف اللي باخده عند الحاج محمود ده مش هسيب المكان. فاحنا ماشيين في رحلة الحياة واحنا بندير حياتنا او شركتنا او بيتنا او نفسنا، حتى لازم نستخدم ال3 انواع من الادارة دول: الادارة بالاجراءات، الادارة بالحب، والادارة بالنتائج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنتكلم عن مفهومين لازم كلنا نكون عارفينهم، او اي شخص فينا لازم يكون عارفهم. المفهوم الاول اللي هنتكلم فيه النهاردة هو العلاقة ما بين العرض والطلب. واحنا ماشيين كده في رحلة الحياة في اشياء معروضة كتير، في معارض، في حاجات بنشتريها، اقتصاد يعني، وفي طلب عليها، وفي سعر لكل حاجة. السعر ده بيتحدد على حسب الطلب الكتير او الطلب القليل على المعروض ده، او ممكن كمان يتحدد على حسب كمية المعروض او قد ايه المعروض ده موجود. هل المعروض ده كتير والطلب عليه قليل، ولا المعروض ده قليل والطلب عليه كتير فنعلي السعر ونقدر نحدده؟ الموضوع ده زي المشاعر كده، في ناس كتير صوتها عالي وغضبها سريع، فلو سمعتهم تلاقي اللي بيعرفهم كده بيقولك يعني لا ده عادي عادي عادي، هو كده على طول وعلى اقل حاجه. فهنا اصبح الصوت العالي والغضب عند الشخص ده سعره قليل، لان المعروض منه كتير والطلب عليه برضك قليل. انت عايز تقول ايه؟ انا عايز اقولك ان لازم الواحد فينا يوازن ما بين العرض والطلب علشان يكون السعر بتاعه عادل. يعني مش طول الوقت ضحك عمال على بطال، ولا طول الوقت تكشير عمال على بطال. كل ما كان في توازن في المشاعر كل ما كان السعر عادل. المفهوم التاني اللي هنتكلم فيه النهاردة هو إن الإدارة هي عبارة عن 3 أنواع. والإدارة هنا زي ما قلنا في الفيديو الأول هي مش بس مدير مدرسة ولا بس مدير شركة، لا، الإدارة يعني إدارتك لكل شيء، إدارة بيت، إدارة نفسك. وقلنا إن الإدارة يعني مهارة عندك بتعينك على عمل هدف وخطة وتنفيذ الهدف والخطة دول للوصول لأفضل النتائج اللي هو الهدف. يبقى الإدارة هي مهارة وخطة وهدف وتنفيذ، 4 كلمات بتعبر عن يعني إيه كلمة إدارة. طيب تمام، أنا عرفت معنى كلمة إدارة، وإنها مش بس شركة ولا مدرسة، لا، هي إدارة حياة كاملة. هي إدارة حياة كاملة لكل شخص فينا، وكل واحد فينا لازم ولابد يكون عنده معرفة للكلمات دي ومعانيها. دلوقتي بقى أقدر أقولك إن الإدارة دي 3 أنواع: الإدارة بالإجراءات، ومثال على ده الصلاة مثلا، إجراءات قبلها لازم تتعمل زي الوضوء ده مثلا. أو مثلا ممكن تقول لابنها كلت أو ما كلتش، شربت أو ما شربتش، لازم تعمل إجراء إنك تغسل سنانك بالفرشة والمعجون، إجراءات. أو بعض المصانع مثلا لازم تعمل إجراء، وكل يوم لازم تيجي في المكان ده، والساعة دي في شغل أو ما فيش شغل لازم تيجي في الوقت ده وتمضي. النوع التاني من أنواع الإدارة اللي هنتكلم فيه النهاردة واسمه الإدارة بالحب. بالحب ده نوع إدارة معروف جدا وعلمي على فكرة. الإدارة بالحب مثلا التيم اللي شغال في المكان هو مش شغال بس، لا، هو بيحب المكان. تلاقي ان المجموعة كده بتقولك المكان ده انا بلاقي فيه نفسي، بحس اني شغالة في حاجتي. وبعدين مثلا الحاج محمود ده اللي هو صاحب المكان بيتكلموا عليه، الحاج محمود ده زي والدي كده، بيعاملني زي اولاده. عارف لما شاف ولادي حسيت ان هو بيعاملهم زي ولاد ابنه بالظبط. عارف بقى لو اتعرض عليا 3 اضعاف اللي باخده عند الحاج محمود ده مش هسيب المكان. دي اسمها الاداره بالحب. تلاقي المدير كده بيتعامل مع الناس بكلمات زي هتخذلوني، انا زعلان، انتوا كده زعلتوني، التارجت ما تحققش، فانا كده، حاجات كده فيها مشاعر يعني. بيتعامل معاهم بحب. لكن المدير الشاطر الناجح اللي بيتعامل بال3 انواع من انواع الاداره دول اللي بنتكلم فيهم النهارده. الاداره بالحب ده وكانك انسان عنده مشاعر لا تنفصل عن حياتك العاديه. ما ينفعش كنت امبارح بتعامل بالاداره بالاجراءات ونجحت وجابت نتائج حلوه، والنهارده الوضع اتغير مع نفس الشخص عنده مشكله، افضل برضك اتعامل بنفس الموضوع من الاداره اللي هو الاداره بالاجراءات؟ لا، انا ممكن النهارده اتعامل الاداره بالحب، كلمات ومشاعر ما بيني وما بين، واحساس وتفهم الاخر وتفهم مشكلته. لكن لو قلت انا مالي هو كده وخلاص، ده طبعا مش هيكون مناسب خالص. النوع الثالث من الاداره واللي معانا النهارده هو الاداره بالنتائج.
بص بقى، تيجي يعني ام بقى تقول لابنها تيجي من المدرسة ما تروحش المدرسة، تذاكر ما تذاكرش، المهم ان انا عايزة اخر السنة نتيجة عالية منك. تلاقي مثلا مدير بيقول للتيم اللي شغال معاه، شغالين مثلا في التسويق مثلا، فنفس الكلام، انا عايز تارجت اخر الشهر يتحقق، معرفش ازاي. وهنا دي اسمها الادارة بالنتائج. وزي ما قلنا نفس المدير ممكن يقول يعني لو التارجت ده ما اتحققش انا فعلا هكون زعلان، مشاعر. وممكن يقول انت لازم تعمل شوية اجراءات زي تبدأ الساعة كذا وتخلص الساعة كذا وتجيب لي نتيجة كذا. فواحنا ماشيين في رحلة الحياة واحنا بندير حياتنا او شركتنا او بيتنا او نفسنا حتى، لازم نستخدم الثلاث انواع من الاداره دول. الاداره بالاجراءات زي غسيل الاسنان للاطفال، كلت او ما كلتش اغسل سنانك. الاداره بالحب زي الحاج محمود ده، زي والدي، لو اتعرض عليا 3 اضعاف اللي باخده من عنده مش هسيب الشغل عنده لانه بيعتبرني زي ابنه. والاداره بالنتائج زي ما قلنا الام لما بتقول لابنها، على فكره هي نفس الام، يعني الإدارة بالنتائج الأم اللي بتقول له أنا عايزة منك نتيجة آخر السنة هي نفس الأم اللي بتقول له ذاكرت أو ما ذاكرتش أنت حر، أنا ليا نتيجة آخر السنة. هي نفس الأم اللي بتقول له لازم تذاكر الساعة كذا ولازم تغسل سنانك الساعة كذا، إجراءات برضو. وهي نفس الأم اللي بتقول له هتزعلني يعني لو ما جبتش نتيجة آخر السنة أنا هزعل منك. فإذا الأم ممكن تستخدم الثلاث أنواع من الإدارة دول مع أولادها ويجيبوا نتيجة كويسة جدا. لكن لو فضلت ماشية على الإجراءات أو على النتائج وفصلت المشاعر أو اشتغلت على المشاعر بس بدون إجراءات ونتائج، هيكون فيه مشكلة. ما ننساش طبعا نحط المفهومين دول قدامنا، لأن دول من ضمن الحاجات اللي ما ينفعش أي إنسان ما يكونش عارفهم. اقتصاد المشاعر، وإن السعر بيتحدد بناء على الفرق ما بين العرض والطلب. والثلاث انواع بتوع الاداره دول، الاداره بالاجراءات والاداره بالحب والاداره بالنتائج. وهنا يكون وصلنا لاخر فيديو النهارده. كنت سعيد جدا وانا مع حضراتكم. لايك وشير وتعليق تقول لنا رايك فيه، وما تنساش ان مشاركتك معانا بتجربه ليك في الموضوع اللي بنتكلم فيه النهارده هي بمثابه نور لناس الطريق مظلم قدامها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.